ده الحوض اللي كله قال لي ما تعملوش، لكني قلت يلا نحاول. ده حوض ما فيهوش فلتر أو سكرية هواء أو حتى تربة. اللي بحطه دلوقتي مجرد مواد عضوية جزئية التحلل زي ورق الشجر وكده، لأن في البيئة الطبيعية دي بتبقى هي اللي بتمد الزرع بالمغذيات. بعدين حطيت عليه بكتيريا طبيعية. البكتيريا دي عملتها بإني أخدت المواد العضوية دي وحطيتها في مية لحد ما كونت البكتيريا. ضفت طبقة الرمل دي عشان تحافظ على الحاجات اللي تحت. بعدين بدأت إني أحط الجرش عشان أحافظ على كل حاجة ما تتحركش، عشان أزرع فيه بشكل كويس. وده كان شكل الحوض، وده تيست الأمونيا بتاعي لو حد عايزه. وبس قلت يلا نزرع. وأنا بزرع الحوض ما كانش عندي تخيل واضح أنا عايز شكل الزرع يكون عامل إزاي، فأنا قررت إني أوزع الزرع بشكل عشوائي زي ما يجي في بالي. ولما الزرع يكبر بقى نشوف لو كان شكله كويس أو احتاج إن احنا نغير فيه شوية، لكن غالبا هكسل أغير. المهم، هنكمل زراعة الحوض، وده شكله بعد ما اتزرع. بعدين هنبدأ إن احنا نملي الحوض، وبس محتاج نسيبه حوالي ساعة يهدى ويصفى. وده بقى شكله دلوقتي. وفي الفيديوهات اللي جاية بقى هنشوف الكائنات اللي ده هيبقى البيت بتاعهم، وأتمنى الفيديو يكون عجبكم.